السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد. بطبيعة الحال سلسلة الفيديوهات المتوفرة في هذه القناة هي موجهة بشكل خاص لمجال السفر والسياحة والتأشيرات وما إلى ذلك. فاليوم غادي نحاول نتكلم لكم على الفيزا الإسرائيلية بالسجل التجاري، شنو كيطلبوا في السجل التجاري، وغادي نحاول نتكلم على الأفراد المتزوجين والغير متزوجين. فبالنسبة للناس اللي كتفكر انها تدفع فيزا سياحة لإسرائيل بالسجل التجاري، فهناك عدة وثائق خاصك تجمعها، خاصة اللي كتعلق بمجال الضريبة. فبالنسبة للوثائق الأساسية، فيكفي أنك تجيب واحد الباسبور يكون على الأقل صالح لمدة لا تقل عن 6 أشهر، صورتان شخصيتان بخلفية بيضاء 5 على 5 بحال كيفما كيطلبوا في القنصلية الأمريكية. استمارات طلب التأشيرة الإسرائيلية مملوءة وموقعة بالحاسوب، ماشي بقلم حبر. بالنسبة للحجز الفندقي وحجز الطيران كذلك ماشي بالضرورة يكون مخلص، فقط حجز أولي يكفي. بالنسبة للناس اللي ساكنين كاريين، فيكفي أنه يحضر عقد الإيجار، ولا يجيب الورقة ديال الضوء فيها نفس العنوان المتواجد في جواز السفر. في حالات ما عندوش ورقة ديال الضوء يجيب عقد الإيجار، وماشي بالضرورة يكون مترجم. أنا تواصلت معهم وقالوا يدي ماشي بالضرورة يكون مترجم، يكفي أنه يكون بالعربية أو بالفرنسية. سواء درتي بالفرنسية أو درتي بالعربية فهذا يكفي. بالنسبة للوثائق اللي كتعلق بالسجل التجاري أو الوثائق اللي كتكون مسحوبة مع اللي كتسبورتيك، ما ننساوش الغوفي بانكير ديال 3 شهور والتأمين سفر دولي. بالنسبة اللي عنده سجل تجاري يكفي أنه يجيب نسخة من السجل التجاري، نسخة من اتيستاسيون فيسكال من دار الضريبة كتشهد فيها أنه أنت معفي من الضريبة في الوقت الحالي، مازال ما خرج لك حتى شي ضريبة. بالنسبة لسميتو كتزيد عليها واحد نموذج 6 ونموذج 7 ونموذج 9. نموذج 7 ونموذج 9، فهذا هو الملف الكامل. بالنسبة للمواعيد فراه كتواصل معهم. المواعيد كيكون دائما في 3 أيام إلى 4 أيام على الأقل. بالنسبة لعيد يوم الجمعة فنورمال غيكون في الأسبوع الثاني، كيكون في 4 أيام 5 أيام. أما العيد في الاثنين فراه تلقاه في الأربعاء في الخميس في الجمعة، ما كاين مشكل. هذا هو سميتو. بالنسبه لمصاريف التاشيره بطبيعه الحال فهي 810 درهم. وبالنسبه لعقد الزواج بطبيعه الحال للناس اللي مزوجين، فبلا ما تجيب معاك عقد الزواج. تحياتي لكم.